يبدو أن الحكومة، يبدو أن النظام الجزائري، يبدو أن الجماعة الحاكمة اتفقوا على قضايا كثيرة. من بين هذه القضايا طلعت قضية شراء بوارج حربية. الصحافة تكلمت الأسبوع الماضي على أن تم الاتفاق على شراء 4 بوارج حربية، كل بارجة حربية قيمتها 480 مليون يورو. بمعنى آخر، إذا حولناها للدينار الجزائري أو للسنتيم الجزائري، فإن 4 بوارج هذه اللي قيمتها الإجمالية باليورو مليار و920 مليون يورو، أي ما يعادل إذا خذينا القيمة اليورو اليوم في السوق الجزائرية اللي هو تقريبا 11.50، أي 115 دينار لكل يورو، ما يعادل بالضبط 20 مليار 22 ألف مليار سنتيم. و22 ألف مليار سنتيم في الأوضاع الجزائرية الراهنة هو مبلغ مش بسيط في الحقيقة، مبلغ بالغ الضخامة. لأنه باختصار بسيط، لو كان جون نقدموه في شكل آخر، نقولوا أنه 22 ألف مليار هذه ممكن تحل مشكلة السكن لحوالي 1.5 مليون جزائري، باعتبار أنه ممكن بناء سكن، طبعا تختلف حسب المناطق، ولكن المبلغ المتوسط لبناء سكن من 3 غرف، بناء شقة من 3 غرف تأوي إليها أسرة جزائرية، هو تقريبا 100 مليون سنتيم. أي أننا ممكن بهذا المبلغ نبني ما يقارب 220 ألف سكن للجزائريين. بمعنى آخر، ونعرف أن الأسرة الجزائرية تشكل من 7 أشخاص في المعدل، أننا نحل مشكلة للأبد لحوالي 1.5 مليون جزائري في قضية السكن. ونتخيلوا لو أننا حلينا مشكلة السكن ل1.5 مليون جزائري، أن نحلوا مشكلة ل5% من الجزائريين إلى الأبد، يتحل مشكلة السكن لديهم. صحيح أن تبقى شقق ال3 غرف وال4 غرف أحيانا هي غير كافية، خاصة بالنسبة للعدد، لكن في الوضع الجزائري تعتبر تكاد تكون امتياز لمن يمتلك سكن، لأن نعرف أن عدد كبير من الجزائريين لا يمتلكون سكنات مناسبة، بل أن هناك من لا يمتلك أي سكن. هناك من يعيش في القصدير. أخبار الحكومية، مصادر حكومية تتحدث على وجود 500 ألف بيت قصديري في الجزائر. كان ممكن بهذا المبلغ اللي راح نشروا به بوارج حربية، وأنا لا أدري في الحقيقة هذه البوارج الحربية ستوجه ضد من، ولماذا نحتاج بوارج حربية، ولماذا نحتاج هذه البوارج الحربية في الوقت الراهن، وهل ستستعمل ضد فرنسا، أم لأن فرنسا أصدقائنا في الواقع الآن، أم إسبانيا، أم إيطاليا، وهذو كلها دول صديقة، أم أن تونس والمغرب المفروض هذو أشقائنا أيضا وهذو جيراننا، والمفروض أننا ما نشفي حروب، أم أنها ستستخدم ضد جزائريين آخرين، حتى أولئك اللي يصعدون الجبال؟ لا أفهم، لأن المفروض البوارج الحربية استخدامها أيضا حتى ضمن ما يسمى، وأنا أتحفظ جدا على هذا، ما يسمى بمكافحة الإرهاب، تكاد تكون منعدمة الأهمية ومنعدمة الناحية العملية. إذن فغير مفهوم، ونحن لا نفهم أصلا، بالرغم أن من حق الجيش الجزائري ومن حق الجيوش كأي جيش أن يمتلك أسلحة وأن يمتلك قدرة دفاعية، لكن للأسف شفنا في هذا القضية، كما في قضية الطيران أو الطائرات هذه اللي أثيرت مؤخرا من أنها اشتريت من روسيا. نعرف أن كان فيه سنة 2006 اتفاق فيما يعادل 6 مليار دولار، وسنة 2007 أيضا اتفاق في حوالي 6.5 أو 7 مليار دولار لشراء أسلحة من روسيا. المبلغ الأول تاع سنة 2006 قيل لنا أنه هذا يغطي ديون كانت على الجزائر الاتحاد السوفيتي السابق إلى آخره. دون دخول في التفاصيل، لا نفهم لماذا تتجه الحكومة، يتجه النظام الجزائري الآن لتكديس الأسلحة، لشراء كميات ضخمة من الأسلحة بالملايير دولارات، مبالغ ضخمة إذن مع روسيا. وظهرت فضيحة أن الطائرات في الغالب كانت طائرات من نوع تقنيا لا تصلح، وأنه اللي اكتشفوا الأخطاء للأسف مش حتى جزائريين، بالرغم أننا قيل لنا أنهم كونوا آلاف ضباط ومتخصصين في هذه المجالات،
لدى روسيا، لكن اللي اكتشفوها هم ضباط من بيلاروسيا ومن أوكرانيا على ما يبدو، يشتغلون كمستشارين لدى الجيش الجزائري، بمعنى أن ما زال لدينا مستشارين أجانب عسكريين. إذن ملايير دولارات لشراء أسلحة من روسيا، وملايير اليورو لشراء أسلحة من فرنسا. وأيضا هناك حديث على أن الجزائر تشتري أسلحة من عدة أماكن، ولا نفهم لماذا هذا الهرولة ولماذا هذا الجري وراء شراء كميات ضخمة من الأسلحة، واللي في الغالب يأكلها يعني الحديد والصدأ ولا تستعمل، وللأسف لما تستعمل في الغالب ضد الجزائريين، لأن أصلا هناك قضية أخرى أخطر، وهو أن ما فيش عقيدة دفاعية للجيش الجزائري. الجيش الجزائري أو الجندي الجزائري لا يعلم من هو العدو في الأصل، كما هو معروف في كافة الاستراتيجيات الدفاعية وفي كافة الجنود العسكر. هناك عقيدة للجندي، عقيدة للعسكري يفهم بها من هو المقاتل، من هو العدو، من هو، غير أننا في وضعنا الحالي يكاد لا أحد حتى من كبار الضباط أن يقول لك ما هي العقيدة الدفاعية للجزائر. عودة إذن لقضية البوارج، ومرة أخرى فقط نتكلم عن هذه القضية بالذات، لأنه ببساطة ممكن مرة أخرى نقول لماذا بوارج حربية، ولماذا الآن، ولماذا بهذه المبالغ الآن. المبلغ 22,000 مليار اللي الجماعة قرروا أنهم يدفعوه للمصانع الفرنسية لشراء هذه البوارج، ممكن يا سيدي خلونا من السكنات نفكروا في حاجة أخرى. ممكن توجهوا الجامعات الجزائرية الآن تعاين وتعيش ظروف صعبة جدا على كافة المستويات. الطلبة يشتكون تقريبا من كل شيء، يشتكون من المشاكل اللي تتعلق بالسكنات، الأكل، النقل، الأساتذة الأكفاء، الأساتذة المختصين، مقرات، أجهزة، يشتكون ويخصهم كل شيء. وفي إضرابات وفي احتجاجات طلابية تقريبا شملت وتشمل كل الجامعات الجزائرية، من بالعباس إلى وهران إلى لغواط إلى ورقلة إلى العاصمة إلى البليدة، حيث هناك إضرابات تزوزوا بجاية تقريبا ما درسوش العام هذا. هناك إضرابات حول الأوضاع لا تزداد سوء، وآخر الأخبار تقول أن 50% من طلبة الجزائريين يعيدون السنة في الجامعات. ماذا لو قرر الجماعة الحاكمة قررت أن توجه هذه 22,000 مليار لخدمة الجامعات الجزائرية؟ ونحن نعرفوا أكبر الاستثمارات وأفضل الاستثمارات هي الاستثمارات اللي تكون في إطار العلم والتعلم، وهذا هو حقيقة الرأس مال الحقيقي للشعب الجزائري. يا سيدي دعونا من الجامعات، لعل بعض الناس خاصة أن كثير من المسؤولين الجزائريين ما يحملوش شهادات جامعية وما يعرفوش يقدروا هذه الحقيقة، فدعونا منها. خلينا نروح ولتصرف هذه الأموال على الصحة. الصحة كارثة الآن، المستشفيات في وضع كارثي. الناس تشتكي أنهم مرات لما يروحوا باش يطلبوا باش يعملوا عمليات جراحية يقولوا لهم جيبوا الخيط باش يعملوا العملية الجراحية. في كثير من الأحيان الناس ماتت لأن ما فيش أدوية للعلاج، وفي كثير من الأحيان الناس تدخل المستشفيات فإذا بها هي أي شيء إلا أنها مستشفى، إلا أنها مكان يعالج فيه الإنسان. ماذا لو أن هذه 22,000 مليار تأخذوا قرار حكيم، قالوا والله نوجهوها لهذه المستشفى. نحن نعرفوا أن المسؤولين الجزائريين للأسف وأبنائهم ما يتعالجوش في الغالب في المستشفيات الجزائرية. سمعنا أنه الآن كل واحد لما يمرض تأخذوا طائرة خاصة وينتقل في الغالب إلى المستشفيات الباريزية. حتى السيد الرئيس قبل سنتين نعرفوا أنه قضى أكثر من شهرين في مستشفى عسكري فرنسي لكي يعالج، بالرغم أن المفروض أن لدينا مستشفى متاع النعجة قيل لنا أنه متخصص لكبار المسؤولين والعسكريين وأنه يعالج، لكن كل ما يكون هناك مشكل لدى مسؤول الآن يأخذ طائرة خاصة ويسافر. لكن الشعب المسكين يوميا يعايش ويعاني من صعوبات وجود دواء، وجود طبيب مختص. في أماكن كثيرة ما فيش أطباء مختصين، ببساطة ما فيش أطباء مختصين.
إذا كان المفروض